الأغلب كان فاكر إني مشيت، وإن كان عندي قافلة طبية في أسوان، وإني سبت القاهرة ورحتها. أنا قلت كده لآسر علشان كان لازم أمشي. أنا مشيت فعلا، بس مش لأسوان زي ما قلت. مشيت وكان معايا الكتاب اللي مكتوب عليه الجزء الأول، وفي أول صفحاته إهداء من والد آسر لعم أيوب. آسر صاحبي من فترة كبيرة، اتعرفت عليه لما كنت محتاج حد يعمل ميزانية العيادة بتاعتي. أنا كدكتور نفسي معرفش في حياتي محاسب قانوني علشان يعمل الأمور الحسابية دي، علشان كده طلبت من صديق ليا يرشح لي محاسب يساعدني في الحسابات، وصديقي رشح لي آسر، ومن ساعتها واحنا الاتنين اصحاب. لكن من بعد ما آسر جالي العيادة وكان بيشتكي من بعض الهلاوس، أو اللي كنت فاكرها هلاوس، وهو بالنسبة لي مش مجرد صاحب، آسر أصبح حالة لابد من دراستها بشكل أعمق وبوقت أطول. علشان كده طلبت منه لما جالي إنه ياخد أجازة علشان نقدر نتقابل أكتر، وأفهم منه الموضوع وحلل المواقف اللي حصلت، واطلع بنتائج تخليني أفهم واستوعب أمور كتير. آسر كان فاكر إنه الوحيد اللي بيحصل له اضطرابات، وبيشوف حاجات ما ينفعش تتشاف ولا تتحس، لكن الحقيقة أكبر من كده. كل حالة كانت بتجيلي العيادة على أمل العلاج من الحاجات اللي بتشوفها كانت بمثابة خيط رفيع، ولازم أجمع الخيوط مع بعضها علشان أطلع بنتيجة. آسر أصبح حالة لابد من دراستها بشكل أعمق، الحقيقة تطلع بوقت أكبر، ولازم تتجمع الخيوط مع بعضها علشان تطلع بنتيجة. زمان كان نفسي أطلع دكتور مخ وأعصاب، ده من كتر الحاجات اللي قريتها عن كيفية الإدراك وعمل الخلايا المخية وتكوين الصور، وحاجات تانية ليها علاقة بالعقل الواعي والغير الواعي. وكان شغفي كل يوم بيزيد إني أطلع دكتور، علشان كده كنت بقرأ واتثقف كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله، وكنت بقول لنفسي أنا كده كده لازم أدخل القسم ده، قسم مخ وأعصاب. لكن ما توفقتش، الدرجات بتاعتي كانت قليلة، وأنا مغترب وبعيد عن أهلي اللي في سوهاج. كان ممكن أدخل كلية الطب نفس القسم لكن على حسابي، بس منين؟ أنا محتاج كل مليم. فقررت أدخل قسم له علاقة بالطب برضه علشان أكون طبيب نفسي. صحيح ما بقيتش دكتور مخ وأعصاب، لكن مبطلتش قراية وثقافة لنفس القسم ده، طبعا بجانب دراستي للطب النفسي. بيمر عليا بدل الحالة حالات، وياما كتبت علاجات، بغض النظر ان ثقافة المروح لدكتور نفسي في اغلب البلاد بترتبط بالجنون. لكن الحمد لله اغلب اللي بيجيلي مثقفين وواعيين كفاية بعمل الطب النفسي. وهنا المعضلة، لان اغلب اللي بيجيلي عندهم خيالات وهلاوس سمعية او بصرية بيكون ليها اسباب، والاسباب دي بتكون شخصية. اما المريض شاف او سمع او اتأثر بحاجة خلته يجيله الهلاوس دي، او قرأ حاجة او سمع حاجة وبيبتدي يتخيل. لكن في حالة آسر الموضوع مختلف. آسر لا قرأ ولا سمع ولا شاف إلا بعد ما شاف الخيالات. طيب عقله كونها منين؟ أنا نفسي ما كنتش متخيل اللي بيقوله غير بعد ما شفت بنفسي كاميرات العيادة لما كان آسر في زيارة عندي. إزاي الموضوع عند بعض الناس مش خيالات، وإزاي ممكن يكون حقيقة وواقع، وإزاي ما يكونش الشخص هو السبب في الخيالات دي. ممكن يكون أبو آسر أو عم أيوب جاره، لسه هنعرف.
الموضوع ده خلاني أفكر بالأيام وأحلل أكتر وأدور واكتشف أمور ليها علاقة بالعلم ساعات، وحاجات تانية ملهاش علاقة بالواقع خالص. لكن الأكيد هو قراري إن أعرف أكتر عن الأمور الغيبية دي واربطها أكتر بالعلم اللي درسته. آسر كان هو الحالة اللي زغزغت دماغي بالأفكار، ولازم أحسن استخدامها كويس علشان أطلع بأفضل نتائج. ما كانش هاممني أطلع بالسبق العلمي في الأمور دي، ولا هاممني تحقيق مكاسب مهولة. كل اللي كان هاممني إني أفهم أكتر عشان الصورة توضح أكتر، خصوصا إن حياتي زمان كان فيها جزء كبير عايشه مضطرب.